الممثلة شيماء الحاج بخطبتها على أحد كبار رجال الأعمال تزامنا مع عيد الحب الماضي، وكتبت على دعوات الحفل أسرة شيماء وعائلة يونس الحاج أحمد، في المقابل العريس ويسمى أحمد. وتصدرت شيماء الحاج مؤشرات البحث على مواقع جوجل بعد ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، إذ انتهش المتابعون من تواجدها بهذه السرعة، لا سيما وأنه لم يمر وقتا طويلا على خروجها من أزمتها الأخيرة. شيماء الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية، إذ أن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة في سوريا ودرست في جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك. وأول أعمالها السينمائية فيلم سالم أبو أخته مع الفنان محمد رجب، وجسدت من خلاله دور الراقصة.